طول في شقة متأجرة في شبرا الخيمة، ولقوا جنبه شنطة فيها أعضائه. والنيابة العامة قالت إنها قبضت على اللي عمل ده، وهم بيحققوا معاه اعترف وقال إن هو خد أوردر من راجل مصري عايش في الكويت إن هو يخطف طفل ويقتله ويخرج أعضائه، لكن وهو معاه على الفيديو كول مقابل 5 مليون جنيه. وطبعا هدف الراجل اللي عايش في الكويت إن هو يبيع الفيديوهات دي على الدارك ويب بملايين الملايين. لكن الراجل اللي قتل الطفل قبل ما يستلم فلوسه، الراجل بتاع الكويت قاله ان هو يقتل طفل تاني علشان يبعت له ال5 مليون جنيه. والحمد لله قبل ما يعمل جريمة تانية في طفل تاني اتقبض عليه واعترف على بتاع الكويت. وفعلا الشرطة قدرت انها توصل للي في الكويت وتم ترحيله لمصر وبيتحقق معاه. هو بيتحقق معاه اعترف كمان ان دي مش اول ضحية ليه، وانه عمل كده مع اطفال تانية كتير. ودي مش أول ولا آخر جريمة هتتعمل في الدارك ويب، في قصص تانية كتير هحكي لك عليها المرة الجاية.